كاينين قرارات في الحياة ما كيبانوش كبار في داك اللحظة، ولكن كيبدلوا كل شيء من بعد. نهار مات الحاج عبد القادر ما ماتش غير راجل، مات عمود ديال عائلة كاملة. دار كبيرة في وسط الحومة، فيها الضحك، فيها المناسبات، فيها طفولة ديال ولادو كاملين وذكريات ما كتعودش. في نهار العزا الناس جاو يعزيو، الدعاء طالع والدموع حاضرة، ولكن ما كانش غير الحزن، كان شي إحساس خفيف ديال التوتر، بحال إلا شي حاجة مخبية غادي تبان. تجمعوا الإخوة، سعيد الكبير اللي ديما كيشوف راسو مسؤول على كل شي، يوسف الصغير اللي حاس براسو ديما مظلوم وما خداش حقه في الحياة، ومريم الأخت اللي ساكتة ولكن كتشوف كل شي وكتفهم كتر مما كتهضر. في الأول كان كل شي عادي، كلام على الذكريات، دعاء الأب، ومحاولة باش يبقاو مجموعين. ولكن منين تسد الباب وبقاو غير هما، تبدل الجو. سعيد قال خصهم يهضروا على الورث. يوسف ما عجبوش الحال حيت باقي ما سالاش حتى العزا، ولكن سعيد كان واضح الوقت ما كيستناش. هنا بدات أول شرارة. يوسف حس باللي خوه باغي يتحكم في كل شيء، وسعيد كان مقتنع باللي هو اللي عنده الحق يقرر، حيت هو اللي كان قريب من الأب في آخر سنين حياته. وكل واحد فيهم بدا كيشوف الماضي بطريقته. مريم بقات ساكتة، ولكن في داخلها كانت عارفة باللي هاد النقاش ما غاديش يكون سهل، حيت الورث ماشي غير تقسيم ديال دار ولا فلوس، الورث كيخرج داكشي اللي كان مخبي سنين. مع مرور الوقت الكلمات بدات تولي قاصحة والنبرات تبدلات، كل واحد بدا يذكر الاخر بحوايج قديمة، شكون ضحى أكتر، شكون كان غايب، وشكون كان حاضر غير في المناسبات. وفي داك النهار أول مرة الإخوة ما بقاوش كيهضروا بحال عائلة، ولكن بحال ناس عندهم حسابات قديمة خاصها تصفى. ومع نهاية اليوم حتى واحد ما خرج مرتاح، كل واحد رجع لدارو وهو حاس باللي شي حاجة تبدلات، وربما ما غاديش ترجع كيف كانت. حيت من داك النهار الورث ما بقاش غير موضوع، ولا بداية ديال صراع. دازوا أيام من بعد العزاء، ولكن الهدوء ما طولش، كل واحد من الإخوة رجع لحياته، ولكن الموضوع ديال الورث بقى حاضر في كل تفكير. ما بقاوش كيتلاقاو بحال قبل، وحتى إلا تلاقاو الكلام ولا محدود وبارد. سعيد بحكم أنه الكبير قرر يدير أول خطوة، اتصل بمحامي وبدا كيسول على الطريقة القانونية باش يتقسم الورث. في بالو كان كيشوف راسو كيدير غير الواجب، ولكن في الحقيقة كان باغي يسبق الأحداث ويكون هو المتحكم. يوسف منين سمع بهاد الخطوة تعصب، حس باللي أخوه ما عطاهش حتى فرصة باش يتفاهموا بيناتهم. في بالو سعيد ديما باغي يفرض راسو، وهاد المرة جا الوقت باش يوقف ليه. أما مريم بقات في النص، لا هي مع هاد الطرف ولا مع الآخر، ولكن كانت عارفة باللي الأمور غادية في طريق خايب. نهار تجمعوا مرة أخرى باش يهضروا ما كانش نفس الجو ديال قبل. سعيد جاب الوثائق وقال باللي خاصهم يقسموا الدار ويبيعوها باش كل واحد ياخد نصيبه. بالنسبة ليه هذه أسهل طريقة. يوسف رفض مباشرة، قال باللي الدار ماشي غير حجر، هذه دار باهم، وبيعها تيعني يمسحوا كل شيء. ولكن الحقيقة ما كانتش غير في المشاعر. يوسف كان باغي يحتفظ بالدار حيت كان كيخطط يسكن فيها، وسعيد كان محتاج الفلوس باش يسد مشاكله، وكل واحد فيهم مخبي السبب الحقيقي ديالو. النقاش سخن بسرعة. سعيد قال باللي هو اللي صرف على الأب في آخر أيامه وعنده الحق ياخد كتر. يوسف جاوب باللي هادشي ماشي سبب باش يتبدل العدل، والكلمات بدات تضرب في الأعماق. كل واحد بدا يخرج داكشي اللي كان حابسو سنين، الغيرة، الإحساس بالظلم، والمقارنات بيناتهم. ومريم بقات ساكتة حتى لهنا، ولكن في واحد اللحظة قالت جملة خلاتهم يسكتوا كاملين. واش بصح كتهضروا على الورث ولا كتصافيو حساباتكم؟ الصمت عم المكان، حيت السؤال كان واضح ومؤلم. من بعد ذاك اللقاء الأمور تعقدات أكثر. سعيد كمل في الإجراءات القانونية،
يوسف بدا كيقلب كيفاش يوقف البيع، ومريم بدات تحس باللي كاين شي حاجة أكبر من غير هاد الصراع كامل، شي حاجة في الماضي ما تقالتش. وحيت في بعض المهات الصراع على الورث ما كيكونش على اللي خلى الميت، ولكن على اللي تخبى في حياته. الأيام دازت، ولكن التوتر ما نقش، بالعكس كبر كتر. سعيد كان غارق في الإجراءات القانونية، باغي يسرع بيع الدار بأي طريقة. يوسف من جهته ما بقى كيتيق في حتى حد، وقرر يحارب باش يحافظ على الدار. ومريم كانت الوحيدة اللي بقات كتحس باللي كاين شي حاجة ناقصة في هاد القصة. في واحد النهار مريم رجعات للدار القديمة بوحدها. الدار كانت خاوية ساكتة، ولكن عامرة بالإحساس. كل بلاصة فيها كتفكرها بشي حاجة، الضحك، المشاكل، حتى السكات اللي كان كيكون بيناتهم. بدات كتدور في الغرف حتى وصلت لغرفة الأب. الغرفة بقات كيف وما خلاها، السرير، الخزانة، وحتى الوراق اللي فوق الطابلة. مريم قربت وبدا الفضول كيكبر. فتحات الخزانة، لقات صناديق قدام. ولكن في اللور كان واحد الصندوق صغير مقفول. بقات شوية متردة، ولكن في الآخر حلاتو. وداخل الصندوق ما كانوش فلوس، ما كانوش وراق ديال الملك، كانوا رسائل قديمة مكتوبين بخط الأب. مريم بدأت تقرأ، وفي كل رسالة كانت كتكشف حاجة ما كان حتى واحد عارفها. الأب ما كانش عايش مرتاح كيف ما كانوا كيبانوا، كان كيعاني وكان كيحاول يخبي بزاف ديال الأمور على ولادو. ولكن الصدمة الحقيقية ما كانتش هنا. في واحد من الرسائل كانت مكتوبة جملة بدلات كل شيء. كان خاف يجي النهار اللي تقاتلوا فيه على الورث، حيت ما عارفينش الحقيقة كاملة. مريم وقفات، قلبها بدا كيدق بسرعة. الحقيقة كاملة. كملت تقرا، وكل كلمة كانت كتزيد الغموض. كان كيهضر على قرار خداه في الماضي، قرار ما قالوا حتى الواحد فيهم، وقرار ممكن يقلب التوازن كامل. مريم خرجت من الدار وهي ما بقاتش نفس الإنسان. دابا ولات عارفة باللي الصراع ماشي غير بين الإخوة، كاين شي حاجة أكبر، شي سر. والأب كان عارف باللي غادي يبان من بعد موته. ولكن السؤال الكبير كان، واش تقول لإخوتها الحقيقة ولا تسكت وتخلي كل شي يكمل بطريقته؟ وحيت في بعض المرات الحقيقة ما كتجمعش الناس، كتفرقهم أكثر. مريم بقات أيام وهي ساكتة. الرسائل ما فرقوش بالها، كل مرة كتقرأهم كتلقى تفاصيل جديدة وكتفهم أكثر. ولكن كل ما فهمات أكثر كل ما تعقدات الأمور. في الآخر قررت تجمع إخوتها، رجعوا لنفس الدار، نفس البلاصة اللي بدا منها الصراع. ولكن هاد المرة الجو ماشي غير متوتر، كان ثقيل. سعيد بدا كيهضر على البيع، ويوسف كيعاند، ولكن مريم وقفاتهم. قالت قبل ما تكملوا خاصكم تعرفوا شي حاجة. خرجات الرسائل وحطاتهم قدامهم. في الأول ما خداوش الموضوع بجدية، ولكن منين بداو كيقراو تبدلات الوجوه. الأب كان كاتب الحقيقة كاملة. الدار ما كانش ملكه بوحده، كان فيها شريك من العائلة، والأهم من هاد الشي واحد فيهم ما كانش ولده البيولوجي. الصمت عم المكان. يوسف بان عليه الصدمة. سعيد بقى كيشوف في الوراق ما مصدقش، ومريم كانت كتشوف فيهم وقلبها تقيل. ولكن الرسالة ما وقفاتش هنا. الأب كان كاتب اللي ماشي من دمي عمرني ما فرقته على ولادي، وكان ديما ولدي كتر من أي حاجة أخرى. الشك دخل بيناتهم، كل واحد ولا كيشوف في الآخر بطريقة مختلفة. شكون فيهم هو المقصود؟ وشكون عاش حياته كاملة وهو ما عارفش الحقيقة؟ ومن ذاك النهار الصراع تبدل، ما بقاش على الدار ولا على الفلوس، ولا على الهوية وعلى الحقيقة. الأيام اللي جاو من بعد كانوا الأصعب. الإخوة ما بقاوش كيهضروا كيف قبل، كل واحد ولا عايش مع الشك ديالو. سعيد اللي كان ديما قوي بدا كينهار من الداخل. يوسف اللي كان كيشوف راسو مظلوم ولا دايح أكتر. ومريم حست باللي الحقيقة اللي كشفات ربما كانت تقيلة بزاف. ولكن
في واحد اللحظة سعيد قرر يدير حاجة غير متوقعة. جمعهم كاملين وقال: حتى إلا ما عرفناش شكون المقصود، راه اللي مهم هو باللي كبرنا كاملين مع نفس الأب ونفس الدار. يوسف بقى ساكت، ولكن عينيه كانوا عامرين. قال بهدوء: يمكن المشكل ماشي شكون من الدم، المشكل شكون بقى إنسان. الصمت رجع، ولكن هاد المرة ما كانش فيه توتر، كان فيه تعب وشي شوية ديال الفهم. في الآخر خداو القرار، الدار ما تتباعش، غادي يبقاو فيها ذكرى وجزء من حياتهم، والورث يتقسم بطريقة عادلة بلا صراع. ولكن الحقيقة بقات، حتى واحد فيهم ما عرفش شكون ماشي من الدم، وربما حتى واحد ما بقى باغي يعرف، حيت في بعض المرات الجواب ما كيحلش المشاكل، كيخلقهم. وفي النهاية الورث اللي خلاه الأب ما كانش غير دار ولا فلوس، كان درس كيقول: العائلة ماشي غير دم، العائلة اختيار.